هذا الشاب الذي كان يحمل طفلا اسمه عمر بن عمران من ولاية الجلفة الجزائرية اختفى أثره من قريته منذ 28 عاما. أغرب قضية أثارت ضجة كبيرة على مستوى بلدية الجديد بولاية الجلفة العثور على شخص مفقود منذ سنة 1998، والذي أخفاه هو جاره. مجرد منشور في فيسبوك هكذا تبعوا القضيه لسكان الحي وكذا منا نصابوه باللي عند المسمى هذايا. البارح تهز العالم العربي كامل وخصوصا الجزائر بواحد الواقعة غريبة ومثيرة للدهشة ومخيفة في نفس الوقت، حيث البلد شهد واحد من أطول وأغرب الاختطافات عبر التاريخ. فرا في الجنوب ديال البلاد، بالضبط في قرية الجديد في الجلفة اللي بعيدة بشي 300 كيلومتر على العاصمة الجزائر، تم العثور أخيرا على عمر. شكون هو هذا عمر؟ هذا عمر هذا واحد الشاب اللي مفقود من 1998، هذه 25 عام، ووالديه كيقلبوا عليه. الغريب هو شكون اختطفو وفين بقى مختطف هاد المدة كاملة. المؤسف ان والديه بجوج ماتوا وما كيقلبوا عليه، يعني ما تعطاتش ليه الفرصة يتلاقى معاهم ولا يعيش معاهم اكثر. والغريب في الامر هو كيفاش جا داك الخبر اللي خلاهم يلقاوه. فرجا واحد المنشور في واحد الجروب بريفي في فيسبوك. تخيلوا الصراحة قضية تفوق الخيال قسما بالله. نحاول نشرح لكم القصة كاملة من الأول حتى الآخر، مقابل خلي معاك شي لايك باش نعرف هاد المواضيع كيعجبكم وشي كومونتير يكون زوين. صاحب القصة ديالنا هو عمر اللي تزاد في 1979 جنوب الجزائر، بالضبط في القرية ديال الجديد بالجلفة اللي بعيدة بشي 300 كيلومتر على العاصمة. كانت عنده حياة عادية، أب ديالو أم ديالو كيبغيوه كلشي نورمال. أنا نوريكم واحد التصوير ديالو هو صغير شد واحد البنية صغيرة يمكن إلى الأخت ديالو. ولكن في ماي 1998 تقريبا كانت عنده 18 عام 19 عام، تم التأكد ديالو أنه اختفى وما بقاوش كيسمعوا عليه شي حاجة. من 1998 ما سمعوا عليه شي حاجة. العائلة ديالو في الأول كانوا تيقولوا فوالا راه خارج دابا يرجع نهار جوج ثلاثة. هنا العائلة ديالو بدات كتشك، حيت الغبرة ديالو جات بدون سابق انذار. كان معاهم مزيان نورمال، ما كاينش شي بروبليم، ما كاينش شي مشكل، يعني حتى الغد ليه عمر ما بقاش. الغريب في الامر هو ان عمر في ديك الوقيته كان عنده واحد الكلب. انا نوريكم التصويره ديالو. كان عنده واحد الكلب ديالو ديما تيكون معاه، كما تنقولوا انا صاحبه. اللي من بعد ملي اختفى عمر بقى كيدور داك الكلب على واحد الدار ديال واحد الجار ديالو تقريبا شي 200 متر. بقى كيدور غير في ديك البلاصه وتينبح، تيدور في ديك البلاصه وتينبح، تيدور في ديك البلاصه وتينبح. الوالده ديال عمر ما فهموا والو، ما داو ما جابو ما تسوقوش. الغريب هو داك الكلب بالضبط غيتلقى ميت متسمم سيمانه من بعد. يعني اللي خطف عمر كاين خايف من الكلب يلقاه، واللي اختطف ما كان باغي حتى شي واحد يقرب ولا يوصل له. عائلة عمر وهي جاهلة هذا الامر هذا، بدات الرحله ديالها ديال التقلاب على ولدها، وما خلاو حتى شي باب ما دقوهاش، ما خلاو حتى بلاصه ما مشاولهاش، ما قلبوش فيها، ما بحثوش فيها. ومشاو حتى لواحد من اشهر البرامج في الجزائر انذاك سميتو حصه وكل شيء ممكن، مع المقدم رياض الله يرحمه،
واللي هو شخصية جد محبوبة انذاك في الجزائر. نعطي ان بون ديتاي اون 79 تلاقى معها اباري وسقساها عليا اي فوالا. هذا سي ان ديتاي ان شاء الله هذا الخبر إن شاء الله يا ربي. يعني يكون مليح. ان شاء الله. حنا واش نحبوا لك تكوني فرحانه ان شاء الله. بحال قلتو عندنا حنايا مختفون، غا هو كيجيبوا العائله حتى للبلاطو، كتبقى تشوف المكالمات اللي كيدوزو حتى يلقاو ليهم ولدهم ولا كيجيو اخبار عليه. عائله عمر عياو ما يقلبوا، عياو ما يسولوا بلا ما يلقاو حتى شي اثار عليه. حتى سرعان ما كل واحد من العائله وخوالو وعمامو الى اخره صافي فقد الامل، رجع لحياته العاديه نظرا للخدمه كل باش مشغول مع حياته الى اخره. فين كلهم ظنوا انهم صافي السيد راه مات من غير الوالده ديالو اللي بقات فيها الحرقه، بقات فيها ما تسرطات لهاش. كل نهار كتمنى ان ولدها يبان حتى فرقت الحياه ديالها وهي بالحرقه ديالها، ان ولدها مفقود. المثير للدهشة انهم كيقولوا ان اخت جارهم واللي قتل الكلب اللي ما عارفينوش انه هو اللي قتلو شرط ليهم 2 ديال المرات ان عمر كاين عند خوها لتحت في الدار، ولكن سرعان ما غتراجع على الاقوال ديالها وغادي تقلبها ضحك، دونك ما داوهاش فيها. هادشي قبل ما يبان واحد البوست في فيسبوك في واحد المجموعه بريفي عند واحد الشخص اللي بوسطا بمجهول. راك عارف فيسبوك يعطيك لوبسيون تبوستي بمجهول، شنو غيقول داك الشخص؟ غيعطي لي ديتاي كاملين من ا جوسكا زد، السميه، الكنيه، فين كاين الى اخره. غيقول لهم عمر اللي مفقود اكثر من 25 عام كاين في الدار لتحت عند داك الجار اللي بعيد 200 متر ومخبي لتحت في بلاصه ديال الحواله ومغطينو بالتبن. بصراحه ما داك البوست حرك الجهات المعنيه والدرك يتحركوا في البلاصه وتدخلوا على ديك الدار فين مشاو البلاصه المعنيه، وهما يلقاو فعلا تما لقاو واحد السيد كيبلغ في العمر ديالو 45 سنه اللي هو عمر، اللي من 1998 وهو مفقود، اللي كانت عنده ديك الساعة 16 عام 17 عام 18 عام. تخيلوا معايا اختطفك شي انسان في العز ديال المراهقة ديالك ويرجعوك صافي راجل كبير، كملتي حياتك ساليتي. لقاو البوليس تما الدنيا كاملة عمرات بالناس، الخبر انفجر في الجزائر في مختلف البلدان العربية، حتى ان الامر المدهش تخيل معايا انت 2 عقود ونص ولا 3 ديال العقود ولا 4 قرن وانت مفقود، راه 25 عام هذيك. ديك الساعة راه ما كانوا لا تليفونات لا بيسي لا والو، يعني داك الشخص اصلا الا خرج دابا للواقع ويمشي لشي مدينة كبيرة غينداش اصاحبي، غيتلف، ما غاديش يعرف شنو يدير، شنو يبقى يشوف عباد الله هزي لي التليفون، هاللي هز بيسي، هاللي في لي لوطو، غير لي لوطو يبقى يشوف لي لوطو راه يتلف، يشوف هذا بترونتينات هذا غادي يجي يفهم ما غادي يفهم والو. المهم عمر خرج صحة سلام مزيان، تيكملوا التحقيقات ديالهم وغير رجعوا لدارهم. غير السؤال اللي كيبقى كيطرح نفسه هو علاش عمر ما حاولش يهرب ولا ما حاولش يغوت باش يلقاوه؟ وهنا فين تعطاو بزاف ديال الشروحات، ابرزها هو انه كان ساحر ليه. هاد القصة بزاف كيتصحاب ليهم انها تلعبوا بالمعطيات ديالها
ولا لي دوني ديالها، حيت انها كانت فوق الخيال، بحال كتفرج في شي فيلم نتفليكس ولا في شي سيري، ولا حتى خرجوا واحد البيان رسمي ديال الصحافه واكد هادشي كامل اون ديتاي. انا نقري لكم دابا بالضبط باش تعرفوا البيان الرسمي شنو كيقول وتعرفوا لي ديتاي والتفاصيل كاملين. بيان صحفي: عملا بأحكام المادة 11 من القانون الإجراءات الجزائية، يعلم النائب العام لدى مجلس قضاء الجلفة الرأي العام أنه بتاريخ 12 ماي 2024 في حدود الساعة 8 مساء تلقت مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالجديد دائرة شارف شكوى المدعو باء لام ضد شخص مجهول على أساس تشهير في مواقع التواصل الاجتماعي بأن شقيق الشاكي المدعو باء عين المفقود منذ قرابة 30 سنة متواجد في منزل جارهم المدعو عين باء ببلدية الجديد داخل زريبة أغنام. إثر هذا البلاغ أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة الإدريسية مصالح الدرك الوطني بفتح تحقيق معمق وانتقال عناصر الضبطية القضائية إلى المنزل المذكور، وفعلا تم العثور على الشخص المفقود المدعو باء عين وتوقيف المشتبه فيه مالك المسكن البالغ من العمر 61 سنة. كما أمرت النيابة العامة المصالح المختصة بالتكفل الطبي والنفسي بالضحية وتقديم المشتبه فيه أمام النيابة فور انتهاء التحقيق، وسيتم متابعة مرتكب هذه الجريمة النكراء بكل الصرامة التي تقتضيها قوانين الجمهورية. دونك هذا هو البلاغ الرسمي اللي شفتو. يعني الشخص اللي خطف عمر عنده 61 سنة، من اللي خطفو ديك الساعة تكون تقريبا كانت عنده ديك 36. نزيدكم هذا الشخص هذا ديك القرية ولا البلدة ولا البلاصة فين كاين كلشي كان كيدوي عليه مزيان، كيقول راجل مزيان، راجل محبوب، راجل مليح. هذا ما كيخليكش انك تشك فيه نهائيا وشوف واش كان مخبي. ولكن السؤال علاش تخطف ابن عائلة أخرى وتخلي مو تحرق عليه وباه والعائلة؟ علاش هادشي كامل؟ علاش؟ واش حسابات؟ واش حسد؟ شنو كاين تما؟ شفتو كيفاش عائلة ديالو قلبات الدنيا كاملة وهي تتقلب عليه وهي تتبكي وهي تتحرق. ومشات عند أشهر برنامج في الجزائر بينما ولدهم كان بعيد عليهم غير ب200 متر. حداهم ولدهم كان حداهم وهما ما عارفين والو. وهادشي إن دل على شيء فهو بعض المرات الغدر ولا الضربة كتجيك غير من عند القريب كتجيك اللي قدر أنك ما تشك فيه ما هو والو. المهم هو أهم حاجة أن عمر رجع لدارهم وخا فقد والديه. ولكن السؤال هو كيفاش غيتأضابط من مورا 25 عام ولا 26 عام مع هذا الوقت الحالي هذا. لا إله إلا الله. 26 عام راه بزاف. ما 26 عام سهلة بالفم، سهلة باش تقول 26 عام 27 25 20 15 عام سهلة. بنادم اللي في السجن راه تيسمع راه خرج تليفون، اللي محكوم بالمؤبد يسمع راه خرج تليفون. كاينه واحد التكنولوجيا تيعاودوا له تيقولوا لي فوالا راه خرجوا طوموبيلات، خرجوا هادي، خرج موتور،
خرج موتور تمشي بليسونس، خرجت بيكالا، خرج هذا ما كاينش اللي يقول له راه خرجت شي حاجه، يعني حاجه صعيبه بزاف. لا اله الا الله. صافي، المهم نتمنى يكون عجبكم الفيديو، وإلا عجبكم الفيديو خليو معكم لايك، سبسكرايب، شيري مع صاحبك وخليه يعرف شنو واقع. تهلاو.